السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حبايبي، عاملين إيه؟ النهاردة معانا فيديو جديد يا رب يعجبكم. النهاردة هنعمله المبكبكة الليبية. النهاردة الجو ساقع بقى، قلت حاجة كده تدفي وكله في حلة واحدة. زي ما انتم شايفين كده، أنا بس الأول عطيت صدمة للحمة بتاعتي. شوحتها الأول شوية بالمنظر ده. أنا عندي نص كيلو لحمة. شوحته الأول في الحلة بعود لوري، بعود ورق لوري وحبه فلفل اسمر. شوحت لغايه ما نزلت الميه بتاعتها كلها وصفيتها وحطها عندي هنا. وعندي هنا كيلو الا ربع مكرونه اللي هي دي حبايبي، اللي هي الصغيره بالمنظر ده. وعندي كيس طماطم اللي انا فرزاه معاكم بتاع المكرونه للصلصه. عندي هنا حله هحط حبه زيت بالمنظر ده حبايبي. يا ريت تجربوها بالطريقه دي، جميله جدا وهتعجبكم باذن الله. كده حبيبي عندي زيت اتقدح. انا كده هنزل باللحمه بتاعتي بسم الله. بعد كده وهحط حبه بابريكا، نص معلقه بابريكا، ومعلقه فلفل اسمر، ومعلقه بهارات لحمه، واشوح اللحمه بتاعتي كده حبايبي بالمنظر ده كده. اديها تشويحه كويس لغايه ما تنزل كده كده. انا شوحتها لغايه ما نزلت ميتها اللهم صل على النبي وصفيتها خلاص. انا كده بقى عندي كيس الصلصه بتاعي. اعملوا الخطوه دي حبايبي، تعملوا اللحمه الاول شوحوها، بتبقى جميله جدا غير لما تشوحيها في نفس الحله. انا عندي كيس بقى صلصه الطماطم اهي بالمنظر ده. هقلب بقى كل الكلام ده كده واسيب اللحمه بتاعتي لغايه ما تستوي، وبعد كده نرجع مع بعض تاني. انا كده حبايبي اختبرت اللحمه بتاعتي واللحمه بتاعتي استوت. انا عندي شوربه، انا عندي هنا شوربه. هزود اللحمه دي بتاعتي معايير الشوربه بتاعي. بصوا حبايبي المنظر اهي كده. هو التاني انا اللحمه شوحتها حبايبي الاول وصفيت ميتها لغايه ما نزلت كل الريمه بتاعتها وصفيت ميتها وحطها في طبق. وبعد كده رحت حطاها هنا وحط حبه زيت ونص معلقه بابريكا، معلقه فلفل اسمر، ربع معلقه 7 بهارات او بهارات لحمه، وشوحت بيها من اللحمه لغايه ما اللحمه بتاعتي شوحت كويس قوي واتغلفت. رحت حاطه كيس الصلصه بتاعي او طماطم مضروبه في الخلاط اللي انت عايزاه، بس انا مسبكه عندي صلصه جاهزه. رحت حاطه كيس الصلصه بتاعي ولغايه ما اللحمه بتاعتي استوت اختبرتها واستوت يا حبايبي. انا بقطع اللحمه بصوا كده لغايه ما اللحمه بتاعتي اختبرتها واستوت. رحت حاطه الشوربه بتاعتي. ما عندكيش شوربه عايز تحطي ميه حطي مكعب مرقه عادي، بس انا كان عندي شوربه لحمه رحت مزوده شوربه لحمه تغلي وهسقط المكرونه اهي. بصوا غليت يا حبايبي المكرونه بتاعتي اهي، قلبت نصها على البوتاجاز بالمنظر ده كده. واختبرها بقى لو عايزه تاني مني شوربه ازودها بالمنظر. هي كده هتعوز حبه شوربه مني، كبشه ولا حاجه اهي، كبشه شوربه اهي. هدوق بقى الملح بتاعها وازود الملح بتاعها حبايبي لغايه ما اظبطها. وبعد كده ايه نستنى بقى لغايه ما تستوي. نسيت قرن الفلفل الحامي، ده اساسي في المبكبكه بس انا ما لقيتش قرن اصغر من كده والله. هو ده اصغر حاجه عندي. حط كده بالمنظر ده كده. وادي حبايبي المبكبكه بتاعتنا خلصت. بصوا لازم يا حبايبي يكون فيها صوص كده بالمنظر ده، تكون ملدنه. واللحمه بتاعتي بص طيبه ازاي، بص يا حبايبي عامل ازاي طاهره ازاي. تقابلوا بقى كده حبايبي المبكبكه بتاعتنا تكون خلصت. وعندي شوربه اهيت بالمنظر ده. يا رب يكون طريقه سهله، طبعا اسهل طريقه للمبكبكه انا عملتها لكم. جربوها بالطريقه دي يا حبايبي. بصوا اهي بالمنظر ده اهو. يا رب بص اللحمه بتاعتي دايبه ازاي يا حبايبي. بصوا عامله ازاي، ما خدتش سوا خالص. عشان بص انا مقطعاها ازاي، مقطعاها زي الشرايح بالظبط عشان ما تاخدش معايا سوا. بصوا عامله ازاي. يا رب حبيت تكون الطريقه خفيفه على قلبكم وجربوها بالطريقه دي اللي انتوا تشوحوا اللحمه الاول لوحدها بطريقه جميله جدا جدا جدا. انا بعملها كده الصراحه بتبقى حلوه. بشوح اللحمه لوحدها الاول وبعد كده اروح حاطه الزيت، وزي ما وريتكم في الطريقه طريقه سهله واسرع طريقه للمبكبكه. اللحمه تقطعوها بالطريقه دي يا حبايبي. ويا رب. وشوربه اهي
ويا رب يكون فيديو النهارده خفيف على قلبكم. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.